السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل الراعي الرسمي للدفا، برضو زي البليلة اللي عملناها قبل كده. ده برضو من مشروبات الشتاء الجميلة جدا. هنعمل حمص الشام او الحلبسة زي ما بيقولوها على العربيات. تعالوا يلا بينا هنشوف هنعمله ازاي النهارده. هنصلي على النبي اول حاجه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا هنا حمص نقعته من بالليل لحد الصبح، او تقريبا 10 ساعات، يعني ما زادش عن كده. بعد كده غيرت عليه الميه مرتين. مرة اللي هي أول مرة، وتاني مرة دي اللي هي قبلها بساعتين هي اللي حطيتها مع الحمص مغيرتهاش، وحطيتهم في حلة كده، وكمان زودت عليهم المية عشان يبقى ميته كتير. وجبت معايا طماطماية هنا كده قبل ما ارفعه على النار وقبل أي حاجة. طماطماية قسمتها بالنص كده وحطيتها، ومعايا برضو بصلاية كاملة كده صحيحة، وبرضو هحطها مع الطماطم والحمص، وتلات أربع فصوص توم ولا حاجة، وبرضو حطيته مع الحمص. هرفعه على النار بقى كده، واول ما يغلي هيطلع ريم. اكيد لازم نشيل الريم ده عشان المية بتاعته تكون صافية ولونها جميل. حاولي تشيليه كله، وكل ما المية بتغلي كده هيطلع، برضو تقومي شايلاه وترميه. خلاص كده تمام. بعد ما هنشيل الحمص الريم من على الحمص، هنا بقت المية صافية وجميلة اهو. اول ما يبدأ يغلي كده هضيف بقى الكمون، وكمان هضيف معلقة ونص من الصلصة الجاهزة. عايزة تحطي صلصة انتي مسبكاها عادي براحتك، جميلة جدا. عايزة تحطي طماطماية معصورة براحتك، بس انا الطماطم اللي كانت عندي ما كانتش حمرا قوي فاستخدمت الصلصة الجاهزة. وبعد كده هقلبه تقليبة، واحط الملح بتاعي حسب الكمية اللي معايا، واغطي عليه الغطا يبقى متوارب كده مش مقفول خالص. وبعد كده هعمل بقى الدقة. معايا هنا 3 4 فصوص توم دقيتهم كده، وحطيت شوية خل في طبق، وفوقيهم عصير ليمونة. انا مش هعمل دقة كتير لان انا عندي دقة اصلا عيناها، يعني محتفظة بيها في التلاجة. وبعد كده كمون والملح وفصين توم اللي انا دقيتهم في الاول، وكمان حبة سكر صغيرين، واقلب كده لحد ما السكر والملح يدوبوا مع الكمون والثوم والخل والليمون. وهشيلها على جنب. هحضر بقى الشطة. هاخد كده ربع كوباية من المية بتاعة الحمص، وهحط عليها شطة ناشفة عادية خالص، معلقة او زيادة على حسب ما انتوا عايزينها تكون حارة او هادية شوية. واقلب برضو اخليه على جنب. شوفوا الحمص استوى ازاي. يستوي كده لما انت تمسكيه ما بين صبعك تفرميه كده يتفرم. بعد كده الحمص سبت شويه على النار لحد ما استوى بقى، خلاص استوى. وهشيل بقى الطماطم والبصلايه منه كده عشان يبقى من غير اي حاجات يعني مكلكعه فيه. وصبيته هنا كده وزوقته بترانشة ليمون كده، يعني ترانش ليمون كده من هنا ومن هنا. الطعم طبعا جميل جدا. اعمليه بالطريقة دي هتعجبك، سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك كتير. شايفين بقى الجمال ولونه عامل ازاي؟ حلو جدا وبيدفي، والاطفال بيحبوه، وغير ان هو بيدفي كمان هو مغذي اصلا للاطفال وللكبار. انا كده خلصت خلاص الوصفة بتاعتي النهاردة. لو عجبك الفيديو ووصلتي لحد هنا ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى الجمال؟ شكله جميل جدا. اشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.